السلام عليكم، يا هلا والله، اخباركم؟ عساكم طيبين، شعلومكم عساكم بخير. معكم عبد اللطيف اود ستور من قناه دستور في اليوتيوب. طبعا اليوم جايب لكم مقطع والله ما في اجمل منه. قصتين راح نقول لكم اياها ان شاء الله. القصه الاولى راح تتكلم عني انا، القصه الثانيه راح تتكلم عن ولد خالي، او معليش شخص غريب يعني راح تعرفونه بعدين. احنا صورنا ولد خالي وهو يقول القصة، لكن المقطع كان طويل مرة وهو يتكلم، فعشان كذا انا كنسلتها وحبيت اني اخلي القصة بس قصتي انا. اتمنى انكم تستمتعون، ويلا عاد لا تقصرون باللايكات وكل شيء. خليكم مع المقطع. قبل لا نبدا المقطع، شفتوا الشيء هذا السوني، تخيلوا سوني هذا بلاي ستيشن 4. طبعا شوف شلون جميل صاير مع الغلاف الاخضر. انا صراحه اكره اللون الاخضر، اكره اللون عندي، لكن احسه انيق شوي. عندي لكم السوني الثاني بعد، البلاي ستيشن الثاني. شوفوا هذا وهذا. طبعا انا بقيت عندي ثنتين، والثنتين هذه راح اخليها جيف اواي لكم انتم يا متابعيني يا اخواني يا بعد راسي انتم وياه. لكن كل اللي ابغاه شرطين، او خلينا نقول 3 شروط: تكون مشترك عندي، ثاني شيء تحط تعليق تحت في الكومنت، وثالث شيء واللي هو اسهل شيء حساب بالانستغرام تضيفه، وحساب صاحب اللي هو اللهم صل على النبي محمد، هذا يعني لزق هذه، يعني بحط لكم حسابه تحت. شفتوا هذا؟ ضيفوه وسووا تعليق واشتركوا بالقناه، واذا وفيتوا بالتعليقات او وفيتوا بكل شيء، يعني وفيتوا كل الشروط، على طول راح اعطيكم ان شاء الله واسوي السحب في المقطع الجاي. اما الحين خلونا نبدا المقطع. بقول لكم سالفتي المتعلقة مع صندوق البيتزا. طبعا انا كنت في يوم من الايام اتمشى بالشارع، يعني ما عندي لا شغل ولا مشغلة. تعرفون ان بالسعودية عندنا يعني اشياء كثيرة تسويها، تروح باي مكان، يعني في اشياء كثيرة تروحها، يعني بر، يعني وش في بعد؟ فكروني والله ما ادري. المهم اني كنت اتمشى بالشارع يعني افرفر بالسياره، فجاه كذا جعت، قلت خلاص اروح اشتري من دومينوز بيتزا يعني اشتري منها يعني صندوق بيتزا. رحت هناك وشريت، واذكر البيتزا اللي شريتها كانت خضروات ميكس مع جريلد. الزبده هذا شيء ما يخصكم. خدت صندوق البيتزا هذا وحطيته بالسياره، ورحت على طول اتجهت الى الشقه حقتي اللي هي هذا المكان، هذه الشقة، هذه الغرفة اللي أنا قاعد أصور فيها. قعدت بذا المكان وفتحت البيتزا وقاعد أكل. طبعا وأنا في اللقمة الثانية، إيش دخل اللقمة الثانية يعني زي المقطع الثاني، المقطع اللي زدنا عليكم، المقطع اللي قبل قلت لكم في اللقمة الثانية صار شيء، هالمرة صار في اللقمة الثانية أو الثالث. anyway بعد اللقمة الثالثة أو الثانية حسيت بشعور غريب، يعني حسيت إني قاعد أسمع أصوات بناء على أن الوقت كان 2 أو معليش كانت 1 بالليل يعني. وكانت البيتزا اللي اخذتها انا تقريبا اخر الى قبل الاخير، قبل اخر بيتزا يعني، خلاص اخذت البيتزا سكروا المحل اخر بيتزا، يعني اقول لكم ان الوقت متاخر. طبعا الاصوات ما راح اقول لكم مخيفه ولا راح اقول لكم عاديه، الاصوات شوي غريبه يعني. خلوني اقول مثلا هذا الشيء طاح هنا، سمعت الصوت هذا وين؟ تقريبا في الغرفه اللي جنب الغرفه اللي انا فيها. اول ما سمعت الصوت مره واحده اعطيتكم وضعيه اللي كذا وانا جالس ماسك البيتزا حسيت بربشة. بعدين مرة ثانية سمعت الصوت مرة ثانية، يعني سمعت الصوت بنفس الصوت أو بنفس قوة الصوت، ولكن أقوى بشوي. هنا جلست كذا قاعد أطالع بنفسي، أقوم أكل بيتزا، أكمل، يعني أشياء مترابطة. فقلت خل أقوم بحكم أني جاء ترى ساكن بالحال يعني مستحيل جدا أني يطلع صوت. فطلعت وقاعد أدور بالبيت أو أدور بالشقة اللي أنا فيها، وقاعد أدور هل في شيء يعني لا سمح الله في يعني احتمال مرة غلط، اللي هو أنه مثلا قطو يكون موجود جايع وشم الريحة وجاء. أدري إنه مستحيل قطو يدخل كذا الدرج ويدخل الشقة وما أدري إيش ويطلع أصوات، أدري مستحيل، لكن توقعت يعني وش توقعون يعني مثلا اللي ببالكم يعني ممكن زبدني يوم دورت وقمت ابحث ما لقيت شيء، يعني ما شفت شيء، كل شيء على وضعه والوضع تمام ولا في شيء ابدا. رجعت الى مكاني اللي هو مكان بيتزا والمكان اللي قاعد اصور فيه الحين. يوم رجعت ما لقيت البيتزا، لا امزح لقيت البيتزا والله. زبده انا ما ادري الاصوات ذيك ما ادري من وين جات، لكن البيتزا الحمد لله كانت موجوده وكلت وكملت ولا طقيت الموضوع اي خبر. وهنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع هذا عجبكم. لايك كومنت مفضله واشتراك اذا كنت مو مشترك. حبيبي خليني اكمل المقطع. لايك واشتراك مفضله، واذا اوكي نسيت كل شيء زدنا سووا اي شيء جميل تحسون انه بينفعني. طبعا لا تنسون اللي هو الاشتراك بالمسابقة والاشتراك بالهذا الشيء الحلو. طبعا هذا سوني والله ما في احلى منه يا لب قلبه. طبعا اللي بيدخل فيه يسوي الشروط اللي هو انك تسوي تعليق وتضيفني انا وتضيف صاحب الحساب اللي يبيع هذه الاشياء، والشيء البسيط والابسط انك تسوي اشتراك في قناتي. كان معكم حبيبكم ومحبكم دستور من قناة دستور في اليوتيوب.
ومحمد. نسيت اقول لكم حساباتي راح تطلع في الشاشه، السناب شات والانستغرام، ضيفني بعد راسي والله اني اتشرف فيك، اصور وراح تتعرف علي اكثر واكثر. بس اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم. لا تنسى زر اللايك اللايك اللايك.